السلام عليكم. قصتنا النهاردة حصلت في عام 2017 في الجيزة. كان في شاب عنده 26 سنة اسمه مصطفى، وكان على خلق وكل الناس بتحكي بأخلاقه، وإنه شاب كويس جدا وبار بوالديه. والده زي أي أب عايز يأمن مستقبل أولاده، ففكر إنه يعمل مشروع لابن مصطفى، فاشترى له ميكروباص علشان يشتغل عليه. فرح مصطفى بالميكروباص جدا وكان مبسوط وشكر والده. أهله كانوا شايفين إن هم حاولوا يعملوا اللي عليهم على قد ما يقدروا، بس كان فاضل حاجة واحدة بس، إنهم كانوا عايزين يفرحوا بمصطفى ويشوفوا أولاده ويطمنوا عليه. لكن مصطفى كان رافض أصلا الفكرة، وكان شايف إن مفيش واحدة مناسبة، وفضل سنين رافض فكرة الجواز، وكان حاطط مواصفات صعبة شوية في شريكة حياته، لحد ما شاف بنت اسمها نور